السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي المتابعين في كل مكان. معاكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح، والنهاردة معانا ماتش رهيب جدا، ماتش تاريخي، ماتش دخل التاريخ حرفيا. أصغر لاعب في التاريخ يبقى المصنف رقم واحد على مستوى العالم. لينش دونج يا جماعة لعيب في حتة تانية خالص خالص خالص. مباراة كانت رائعة، نهائي سنغافورة سماش. الراجل عدى مستويات جامدة جدا، والماتش النهائي مع ليانج جينجاوين ماتش رهيب جدا. ويعني مش عايز اقول اللي سبين بينضرب بمنتهى السلاسة ومنتهى السرعة ومنتهى القوة يعني. الماتش ده انا حبيته يكون موجود على صفحتي وعلى قناتي، يعني حتى كده اللي هو ايه، ان انا بس اعلق عليه كده، وان انا اتشرف ان انا اعلق عليه بعض النقاط الفنية اللي هي طبعا يعني. انا يعني مبسوط بلينش دونج، انا متابعه من زمان يعني، وهو لعيب مهاري جدا، فائق السرعة يعني. لعيب 19 سنة ويكون المصنف رقم واحد على مستوى العالم. واليانج اللي بيلعبه ده كان الخامس وبقى الثالث. وانج تشوشين يعني مع احترامنا ليه يعني، انا يعني ايه برضه لعيب كويس وكده، بس مفيش المتعة قوي. يعني انتوا شايفين، بصوا هنبصوا على البونت ده كده، يعني انتوا شايفين، بصوا هنبصوا على البونت ده كده يا جماعه. شوف القطع عملها كده بسلاسه، والتاني ضربها برضه طوب سبن رالي جامد على الطاوله وبيضربه من اي مكان، ولينش دينج بيفوز. ادي قطعه في كره اول ما بتطول سبن صاحت في اخر الطاوله، دي كانت هترجع على الطاوله بس سبحان الله ما رجعتش. ارسال ادي سبن في سبن، ما شاء الله الباك هاند طالع بسلاسه، صاروخ صاروخ يا جماعه. هنا اعتمد ان هو يدخله جوه الطاوله ويديها له طويله على الفور هاند. طبعا احنا بنعملوها احنا كرواد والشباب الصغير، بس هنا معموله باحترافيه عاليه قوي يعني. تقريبا معظم النقاط شبه بعضها يعني، حاجه تحفه يعني. ادي سبن ساحق ماحق من ليانج، لينش دونج بيطلعه بره اهو. شوفوا يا جماعه دي كره حظ بيندب حظه. وكذا مره في المباراه تلاقيه يبص على المضرب كده، يعمل كده ويبص على المضرب، بيعمل زينا احنا برضو. ساعات الكرة تقع نرفع المضرب فوق ونبص على المضرب، سبحان الله مع الفارق يعني. شوف الكرة بس مجرد ما بتعلى له فوق الشبكة او بره، تلاقي اللي سبين طالع صاروخ بمنتهى السلاسة اهو يا جماعة. ارسال في سبين هنا من وسط الطاولة بيقطع، ليانج ما بيلحقش يرجع بيضيع. لينش دونجا شوف برضو بيعمل قطعة كده من تحت، وبعد كده التاني برضو بيطلعها زي طوب سبين كده، وبعد كده الرالي شغال على الطاولة سبين بسبين. ليانج فاز البونت ده اهو. برضو لينش دونج ده كده سريعا يعني، احنا جايبين ايه برضو مقطعين حتت في الماتش كده سريعة. ادي لينش دونج كرة طويلة سبين بيوقع ليانج، كرة سبين كمان بتطلع بره. ليانج بيلعب ارسال بيبقى هاف لونج كده بيضيعه. قطعة في سبين رالي على الطاولة جميل جدا، حاجه رائعه يا جماعه. واتنين ابطال يعني. برضه ليانج ده كان برضه مش عارف فين الكوتش يا ليانج، فرده وفرده فين يا راجل يعني. يا عم لو هتشحته بهتهولي يا عم انت. اما لبست كوتش لون واحد ربنا كرمك وبقيت تلعب نهائيات اهوت، الله يسهل لك يا عم. ادي ارسال دي ارسال كرة ساحقة جميلة من لينش دونج. الراجل بيضرب بسلاسة والكرة رايحة صاروخ يعني. انا حتى بحاول اعمل الضربات دي مع اللعيبة عندي، الكرة بتطلع يعني ماشية على فيل ولا ماشية على نملة، لا ماشية بالراحة جدا وانت تبقى ضاربها جامد. هشوف كرة حظ برضه اتكررت في الجيم اللي قبله اهو. ارسال جامد جدا بيدخله جوه الطاولة بيضربه له بره. القطع بيطلع طوب سبين في سبين جميل جدا جميل جدا اهو. قطع ضربة صاروخية من ليانج بيوقع لينش دون، كان بيبص في المضرب برضو زينا اهو. قطعة بسبين جميلة ستريت، كرة بتيجي شبكة وتطلع بره، حلوة قوي. سبين بسبين حاجة رائعة يا جماعة. واتنين ابطال عالم فعلا، مصنف رقم واحد على العالم. لينش دونج حاجه ما حصلتش في التاريخ، سبن بسبن ورالي وضربات من اي مكان على الطاوله، الله الله الله، والكره بتطلع بره. ادي كره سبن، الكره بتعلى بتيجي في سن المضرب عند لينش دونج. يعني الماتش خلص 4-2 يا جماعه، وكان ماتش رائع جدا. وطبعا انتوا وحشتوني، ومن زمان انا ما علقتش على ماتشات كده. وكان معاكم الشاعر الرياضي احمد صلاح، ومساكم بينج بونج.